سيدي شكري، شرفتنا بحضوركم معنا في هذه الحلقة. سيدي شكري، لو تخبرنا عن سيدي شكري قبل أن يتعرف عن الطريقة الكركرية. الحمد لله، حتى لينا معناتها تعدد سنين برشا، وتغرمت نحب الوقت هذاك نشوف الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. معناتها بشوية بشوية اللي تكون عندي غرام تاع حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيفاش نحب ماذا بين نريه بأي طريقة كيفاش سبحان الله. حتى لربي سبحانه وتعالى بشوية بشوية ريت الوقت هذاك معناتها رؤيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الشوق اكثر من مش علي مازال عطشان، نحب ثم حاجه اخرى، كنت علي نلوج على حاجه اخرى معناتها نلوج على الحقيقه او شيء من هذا القبيل. للي ربي سبحانه بعد مشيت عشت في فرنسا، بقيت في فرنسا مده، وبقيت بكونتاكت مع الراجل هذا معناتها اللي هو السبب بديت نعرف على الصالحين وكل شيء والتصوف وكل شيء. للي توفى معناتها توفى قبل ما ندخل طريقه سيدي الشيخ محمد الكركري قدس الله سره تقريبا بعامين هيك توفى الراجل هذا. قال لي حسيت عندي فراغ معناتها فراغ روحي وكل حزن ولا كيفاش، بقيت يعني كما نقولوا احنا في مهد الريح. لا اله الا الله محمد رسول الله. وكان عندي صديق غادي في تونس في طريقه اخرى قبل ما نعرف الطريقه نتاع سيدي الشيخ، كان يقول لي سبحان الله العظيم، وهذا نعرفه مجذوب وعايش في زاويه غادي. قال لي يا شكري راك باش تقابل راجل عظيم ياسر في فرنسا قبل عامين سبحان الله، وديما يقعد ويسالني في التليفون ولا حاجه، يقول لي قابلت الراجل. نقول له كيفاش قابل راجل عظيم ومن اولياء الله في فرنسا. حتى للي ريت وبديت صلي صلاه الاستخاره دي، للي ريت رؤيتين في معناتها في نومه الاولى شفت سيدي الشيخ، وزدت فقك وعاودت زدت شفت سيدي الشيخ مره اخرى. وكان هذه الرؤيه دالة على انه سيدي الشيخ باش يجي معناتها لفرنسا، الفقراء باش يمشيوا للمطار يعرضوا سيدي الشيخ وكل شيء. مشيت مع الماشين، ماني نحب الصالحين ياسر وما زلت ما شفتوش، متشوق ليه ياسر سيدي الشيخ. ويحكوا عليه معناتها انه من كبار الصالحين، وانه هو الشيخ الحي، وانه معناتها هو صاحب الطريقه الموجوده تو حي، الشيخ الحي. لكن كنت نتمنى وقتها من قبل، نتمنى ان نلقى الشيخ حي وعنده السند صحيح حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي اعطاني البيعه سبحان الله، انا اول مره في حياتي يقولوا لي راك تاخذ البيعه باش تشوف النور، وباش تقبل النور من عند الشيخ مباشره عند البيع. معناتها نؤمن ونعرف الشيء هذا راهو ممكن، ربي سبحانه وتعالى قادر، راهو اللي عندي فيهم معناتها اعتقاد كبير ياسر من قبل. وبعد صلاة المغرب تقريبا، صلاة المغرب صلينا صلاة المغرب، وما زلنا نسبحوا في التسبيحات نتاع معقبات الصلاة. سبحان الله ما كنتش نشوف قبل المشاهدات، يعني عيان نشوف الرؤية لكن ما نشوفش المشاهدات هذه جهار يعني. ونحن نعملوا في التسبيح هذاك سبحان الله، وفجأة بانت لي يد هكا وفيها كالكوكب ولا كيفاش نور هكا، وكل يوم نخزر من هنا ونخزر حتى للصوابع كل باينين ماك النور هذاك. وبعد وفاتك المشاهده هذيك معناتها صار لك نقولوا احنا كالشوك ولا كذا شيء، بلا ما عادش نحكوا على الرؤيه ولا كذا. وكان كنت نخمم قبل وقت نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتاش نزيد نشوفه اكثر ونشوفه في احفاده وكذا. وهو سيدي الشيخ هو من احفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوارث المحمدي يعني وارث نور رسول الله صلى الله عليه وسلم.